كلنا بلا استثناء اتفرجنا على مسلسل ليزي تاون. ايوه، المسلسل اللي كنا بنفضل سهرانين لحد 6 الصبح عشان نتفرج عليه. بس النهارده هنتكلم عن الجانب المظلم اللي ورا البلده البريئه دي. نظريات هتخليك اصلا تشك ان ده الكرتون ده كان كرتون للاطفال. يلا بينا. بس قبل ما نخش في النظريات المجنونه لازم نفهم الاول ليزي تاون اتعمل ازاي ومين اصلا اللي جاب الفكره المجنونه دي. القصه بدات في 1991 في ايسلندا. كان في راجل اسمه ماجنوس شيفنج. الراجل ده مش راجل عادي، لا ده كان بطل جمباز في ايسلندا ورياضي محترف. لا وكمان ده كان رجل اعمال كبير. ماجنوس كان قاعد بيبص على الاطفال اللي في ايسلندا ولاحظ عليهم حاجه: الاطفال كسالى جدا، قاعدين قدام التلفزيون ليل ونهار بياكلوا ما بيتحركوش. دول مش الاطفال يعني، دول انا عادي. فقال لنفسه لازم اعمل حاجه، لازم احرك الاطفال دول ما يفضلوش قاعدين كده. بدل ما يعمل اعلانات ممله او كتيبات صحيه محدش هيقراها اصلا، قرر ان هو يعمل مسرحيه. سنه 1991 عمل مسرحيه اسمها بالعربي يلا بينا يا ليزي تاون، او يلا نتحرك يا كسلانين. المسرحيه كانت عن البطل الرياضي اسمه اي ترو فريم. طبعا الاسم ده كان صعب جدا، عشان كده بعدين غيروه وخلوه سبورتكس. وكان بيحارب الكسل في البلده الصغيره دي. والمسرحيه نجحت نجاح رهيب في ايسلندا. الاطفال حبوها والاهالي كمان. لا وكمان ده الحكومه دعمتها. ماجنوس قال طب ليه نوقف لحد هنا بالمسرحيات بس؟ وبدا يفكر يوسع الفكره. عمل كتب، عمل العاب، عمل برامج تلفزيونيه عن نفس الشخصيه. بس الحلم الكبير ليه كان هو التلفزيون. سنه 2004 بعد